من غير الحشيش القمر واي حاجه بحال هكا تتخليك عايش وسط واحد الدوامه ديال الدوبامين الغير صحي. كاينه واحد الحاجه اللي خايبه بزاف ولكن مغطينا بواحد الماسك لا زوين واللي هي بيع الوهم اولا تطوير الذات سيلف امبروفمنت وشي سميات بحال هكا. موضوع ماشي غير فيه ما يتقال، موضوع خاصك على قبل وتكبر داك ليكرو وتسمع مزيان ليش غنقول، حيت في هاد المواضيع ما خصهمش يتقالوا، خصهم يتناقشوا حيت فيهم بزاف ديال الحوايج اللي خاصك تعرفهم باش تنجح في حياتك. تشوف بنادم في السوشيال ميديا زاهي فهمتي عايش الحياة بينما انت حالتك حالة. تضربك النفس باش تحسن راسك، اول حاجة تدير تقلب على الحل في يوتيوب اولا في الكتب اللي عندهم علاقة بهذا الشيء، تطبق دوك الخطوات اللي تيرسموا لك تعجبك الحال. وليتي فهمتي في البداية وليتي تسمع الهضرة اللي كبار منك، وليتي تتفيق بكري، تدوش بما بارد، تتمشي لاصال، تكتب بكاع الافكار ديالك، وليتي في نظرك احسن من بزاف ديال الناس اللي فاشلين في حياتهم. على عكسك انت اللي مورا ما زديتي على راسك وبقيتي خدام تطور في راسك، خاصك دابا تخرج باش توري العالم شكون انت دابا ولا اش وصلتي. هنا فين غتجيك واحد اللحظه ديال الادراك وباللي انت ما تبدلات فيك حتى حاجه، واصلا حتى واحد ما مسوق لك. قال لك زديت على راسي راه باش بغيت ولا الفرق بينك وبين الناس العاديين اللي وليتي تقول عليهم فاشلين هو انهم عايشين حياه نورمال دقه دقه بينما انت عايش في الوهم. غتتخيل بكثره داك الزواق اللي بقيتي تسمع ليه. قرايتك ما بقيتيش تقراها مزيان حيت امنتي بلي الا مشيتي للمدرسه راك وسط الماتريكس، وليتي تقرا كتب اللي اصلا ما عندهمش شي خطوات حقيقيه باش تطبقهم ولا باش ينفعوك. هنا فين تتفهم شحال من حاجه وتقدر هذا الشيء تفهمه على مده. ولكن الحمد لله بنادم بدا تيعيق شويه بهذا الشيء، ما بقاش يتقولب. ماشي كلشي بطبيعه الحال واخا هكاك، خاصنا نعرفوا كيفاش بدات هاد اش نسميوه كيفاش بدات هاد المعمعه هادي. كانت حياتي مليئه بالمصائب الرهيبه ومعظمها لم يحدث ابدا. هاد الهضره قالها مارك توين. وتنجيب لكم فهمتي كتاب باش نبان مثقف باش نبيع لكم واحد الصوره فهمتي انا بحالها. ولكن واخا هكاك مقوله زوينه تتوريك الجوهر ديال المشكل اللي فين كاين. المشكله ديال داك القاضي اللي في الداخل ديالنا اللي تيبقى يفكرنا بلي هادشي اللي تنديرو فيه راه كيوالو وخاصنا نديرو اكثر. تيبقى ديما تابعك تدير شي حاجه نورمال تبدا عليك بلا خاصك تصير راسك. شوف هذا فين وصل الخ. فداك الثقل فاش تبقى حاس بعدم الاستحقاق تيكمن في الجوهر ديال المعاناه. هنا فين تيجي الدور ديال دوك ادوات تحسين الذات اللي تتجي غير الواحد اللي مآمن بلي هو ناقص. واخا هو تلقاه يلاه بادي في الحياه بحال ديك الدريه اللي تتفيق تشوف وجهها خايب في المراه فهمتي، في بلاصه ما تقبل راسها وتعيش الواقع بلي داك راه هو وجهها تبقى تصبغ راسها بالماكياج فهمتي، تتبني واحد الوجه اخر وتتيق بلي هذاك هو وجهها. فهاد الدريه بحال لقات شي ربيع في جنب الطريطوار وفي بلاصه ما تحيدو من داك من الجدار ديالو تتبقى كل مره تقطع غير الفوق. يعني المشكل راه باقي واخا تعيا ما تسبغ فيه. فهاد الدريه راه غير مثال لينا اولا لدوك الناس اللي غاديين جاعرين فهمتي في تطوير الذات، ففي بلاصه ما يتقبلوا الحقيقه ديال انهم ما متكاملينش حيت هما اصلا بنادم وما كاينش شي واحد كامل من غير الله عز وجل. تيبقاو يصبغوا راسهم بديك الهضره وبداك الوهم في بلاصه ما يعيشوا حياتهم فهمتي، يعيش حياته هو بالخطا والتجارب اللي فيها حيت كل واحد والمصير فهمتي والطريق ديالو. انا تخابرت عليكم. المهم اجي ولينا تطرق كيفاش بدا هذا الفعل ديال انك تطور راسك. فهاد الشيء راه قديم بزاف. كاقدم ظهور ليه غنلقاو واحد السيد سميتو سيدهارتا غوتاما. كان واحد الولد ديال الملك. فاك علاش نضحك. هادشي في القرن السادس ما قبل الميلاد. خونا كان عنده كلشي، الماكله، حوايج غاليين، العيالات، كلشي، حتى وصل الاواخر ديال العشرينيات ديالو زعما فاش قرب 30 من عمره. فما كانش عنده واحد الخبره او شي معرفه على العالم اللي كاين مورا السور ديال القصر. فواحد النهار قرر يخرج ويكتشف المدينه اللي عايش فيها. وهنا فين واجه شحال من حاجه وعرف شي حوايج صعاب عليه، شيخوخه، الموت، المعاناه، الفقر، وبقى تيقلب على شي حل باش ينقص المعاناه اللي تيعيشوها الناس. ولقى التامل فغيقضي حياته كلها تيتامل حتى غيولي بوذا. فهمتي ما جبت لكم الدوره باش نوريكم هادشي. ماما فاش غنكبر غنولي بيلوط. انا فاش كبرت ما عرفتش اش ندير اصاحبي. المهم ندوي على ما عرفتش علاش كاع شنو هو. فبالنسبه لبوذا والناس المهم ماشي اللي تيعبدوه اللي تيامنوا به، فالتامل كل ما تاملتي كل ما غادي تطور راسك فهمتي. انا تنجيب لكم غير لقطات كيفاش بان تطوير الذات. اما راه التامل واش بلان ولا لا راه ما عرفتش. راه داك الشيء فهمتي بحر عندك فاش تقلبت تلقى داك الشيء ديال التشاكرا صحابك داك الشيء فيها اليوغا تلقى فيه التشاكرا والبوابات السبع ما عرفتش داك الشيء. فتطور الذات عاوتاني سمعناه في الاغريق عند واحد السيد اخر سميتو بلوتونيوس. ما عرفتوش الصراحه شكون هو، راه تيتبانوا لي انا كلهم بحال فقال بالحرف زعما في الترجمه
انسحب إلى داخل نفسك وانظر، وإذا لم تجد نفسك جميلا بعد فتصرف كما يفعل صانع التمثال الذي سيصنع جميلا، فهو يقطعه هنا ويصقل هناك ويجعل هذا الخطأ أخف وهذا الخطأ أكثر نقاء حتى ينمو على عمله وجه جميل. افعل ذلك أيضا. ما فيها اللي يقرا هادشي كله. المهم راه خليت لكم التكست اللي بغى يقراه، يعني معكاز انا في هادشي ديال الهضره اصاحبي. فهمتي تنقول لك وتنحط لكم فيديو فهمتي قلبوا عليه، انا ما فياش هاد الباراغراف اللي رجعنا به شويه للتاريخ اللور غير باش تفهموا بلي تطور الذات واحد الحاجه اللي تقدر تقول فطريه. انت تدير واحد الحاجه خايبه راه باينه، غيجي واحد النهار وغتحقد وغتبغي تحبسها، واخا ماشي بالضروري يطلع لك شي فيديو ديال اندرو تيت ولا شي واحد يبقى فارع عليك راسك خاصك تولي حسن، خاصك ديرها لي بلا بلا بلا، يعني راه واحد الحاجه تتجي فهمتي انستونطانيمون. تبارك الله عليه بهذا المعنى هذا. ولكن هذه التنميه البشريه او تطوير الذات اللي تتشوف دابا جابها لينا واحد خونا جابها الوطن العربي، واللي هضرته كان غناقلها من الغرب. تندوي على ابراهيم الفقي. أنا أكثر من 25 سنة وأنا بفكر إيه السبب إن في ناس ناجحة وناس لأ. واحد خونا اللي سافر مع مراته لكندا وهو ما عنده والو، مشى لتماك ضرب تماره وفي الاخر ولا مدير الاكبر الاوتيلات في كندا، ومن بعد ولات عنده دكتوراه في علم التنميه البشريه. وغير باش تفهموا العلوم اللي علوم راه كلشي عارفهم، علوم الفيزياء الماط، دخلوا حتى علوم الفقه والنحو وداك الشيء، شي حاجه اللي كاينه في الواقع وكلشي عارفها. ولكن راه ما كايناش شي حاجه سميتها علم التنميه البشريه. من بعد هاد السيد كتب كتوبه ودوا قدام الناس، ولكن في الاخر لقاوه غير ناقل هضرته من شي وحدين في نفس الدومين من ميريكان. عرفتي شنو هي ناقل؟ وناقل بحال المكيت. واصلا في هذا المجال ديال الهضره المزوقه شي تنقول من شي خاصك غير تكون عندك السنطيحه وشي قصه تتبان باللي راك عانيتي في الماضي ودابا ولات حياتك احسن. انا كاع ما غندخل في النيه ديال هذا الراجل هذا، راه دابا مات الله يرحمه، انا اصلا ما سوقيش فيه، حنا تندويو عليه الفكره وتناقشوها. كما قلت التنميه البشريه في هذا العصر ماشي علم، وركز على هاد الهضره. التنميه البشريه بيزنس تجاره. ففي امريكان بلغ الاجمالي ديال الفلوس اللي دخلات من هاد الدومين ديال تحسين الذات 5 المليار، هادشي في عام 2000. يعني دوك الدورات ودوك الكتوبه اي حاجه متعلقه بهاد التخربيق جمعوا شحال دخلوا ولقاو هادشي، وفي 2010 دوبلات ودخلات 10 المليار فاصلة 53. داك الشيء اخويا بالفاصله فهمتي بروفيسيونيل. وهادشي في 2010، هادشي راه قبل ما يبدا اندرو تيت وداك العالم ديالو. مدير الابحاث في ماركت داتا اونتربريز قال باللي ما كاينش نقص في المنتجات او البرامج اللي تتلبي الحاجيات ديال المراكنه، سواء في كسب المال، فقدان الوزن، تحسين العلاقات والمهارات التجاريه. كاين بزاف ديال المنتجات، الكتوبه، الدورات اللي تتلبي هادشي، وكلهم بطبيعه الحال عندهم نفس المنهجيه ديال السميه: 6 طرق لمحاربه التوتر، 10 الحيل لبناء الثقه، العادات السبع لتحسين الذات، المهم الى اخره. تقدر تكون سمعتي به غالبا، تقدر تكون تفرجتي في فيلم ناضي، فيلم مشهور. دوا على هادشي ولخصو في عباره تقول: تحسين الذات هو ماسترباسيون ودابا تدمير الذات. اللي بغى يقصد تايلر فاش قال هكا بلي قبل ما تبغي تبني شي حاجه خاصك بعدا تهدم داك الهيكل القديم. بحال الا كانت عندك شي براكه وباغي في ديك الارض تطلع شي موبل، خاصك بعدا تهدم ديك البراكه عاد تشوف اش باغي دير. صراحه فيلم دوا على شحال من حاجه، منها فاش قال ما تكونش كامل، حبس تكون مثالي، خلينا نطوروا وخلي لي طريطره. والصراحه هادشي اللي كاين، كون صريح مع راسك، انت ماشي مثالي وما تبقاش تمثل على راسك. داز واحد المشهد في الفيلم فين تايلر تيهدد واحد خونا كان خدام في واحد السوبر مارشي، كان بغى يولي طبيب بيطري ولكن ما صدقاتش ليه، حيت قال بلي داكشي خاصو بزاف ديال القرايه. وهنا غيدوي تايلر وغيهدو، الا ما بداش يقرا البيطره من هنا ل6 ديال السيمانات غيصفيها ليه. فهي البلان ديالها تتبقى غير مخاوف ومساوس مع راسك، فغابدا صدقات هي هذيك، ما صدقاتش هي هذيك. والمشكل شكون اللي تيدوي؟ انا دابا تخيل هاد السكريبت ديال هاد الفيديو، زعما الموضوع ديال هاد الفيديو شحال وانا موجد ليه، تخيل معايا عام ونص هو عندي في بيسي. علاش؟ غير حنت عكست وصافي، ولا بقيت تنفكر بزاف فهمتي، هي واحد الحاجه اللي عاديه وانا بقيت تنعظم فيها. في الاخر فاش جيت نفكر مع راسي شنو هو اني نحط فيديو، نشد ميكرو نريكوردي نمونطي راني لحت فيديو. واخا فاش دويت عليها بنت بحال واحد الحاجه ساهله، ولكن راه مقارنه بداك التفكير اللي بقيت نفكر فيه راه ساهله. اي كانوا عندي شحال من حاجه وشحال من حاجه طرات وشحال من حاجه بغيت طرا، ولكن في الاخر تتبقى منك راسك فهمتي، انت اللي خطأتي وصافي. لقد تربينا جميعا على شاشة التلفاز لنصدق أننا سنصبح يوما ما من أصحاب الملايين وآلهة السينما ونجوم الروك، لكننا لن نصبح كذلك. نحن نتعلم هذه الحقيقة ببطء ونحن غاضبون جدا جدا. ذاك النهار كنت نسكرولي في انستا، حيت للأسف أنا ما نجحش في حياتي للأسف جدا. هو يطلع لي واحد المثال ما عقلتش عليه بالضبط، ولكن تيقول:
الا بغيتي طيح شي دريه عطيه الاهتمام، والراجل عطيه التقدير وبدا تمدح فيه. ولكن الا بغيتي تصيد شي مراهق بيع ليه الوهم. وهذا الشيء اللي تيطرا، واكثر واحد ناضي في هذا الشيء وجاب واحد الطريقه اللي ما عمرها طرات في السوشيال ميديا ولا هو اندرو تيت، اللي بسبب بغا يجيوه موراه بزاف ديال النصابه ولا تذكير الفكره اللي تندافعوا عليها اولا تنتقدوها ماشي الشخص. فدابا بحال نعطيك واحد التنبؤ، اي واحد كان تيدير شي كونتنت ديال الضحك اولا ديال الشوهه، المهم شي حاجه بحال هكا، من بعد بان لك خونا تاب فهمتي، بدا يلوح فيديوهات على لاصال صلاه، عرف عرف بلي غيجيب لك ولا غيحضر لك شي ليان ديال التريدينغ وغيقلب الكونتوني على قد الكونتوني ديالاش. انا مشيت لدبي حيت عندي فلوس، ولا بغيتي دير بحالي تبع هادشي اللي غنقول لك فهمتي. وشحال من واحد تيدير هادشي، ما بغيتش ندير بسميات حيت راه بزاف هما اللي كاينين، سواء القمر ولا هادشي اللي قلت لكم ديال التريدينغ ولا اي حاجه بحال هكا. وطبيعه الحال الا انتقدتيه وقلتي ليه راه تنخربق، يدير لي عليك فيديو وغيقول لك شوف هذا اعداء النجاح ما ديرش بحالهم هادو فاشلين. والصراحه انا فاشل وافتخر فهمتي، دقه بدقه حتى تنوصل لداكشي اللي بغيت، واخا ما نوصلش ليه ولكن المهم درت محاولة. فكيفاش اخويا انت غتدخل لواحد الدومين ديال التريدينغ، خليتي ناس اللي قراو عليه مده بنادم واخد فيه الدكتوراه في الاخر انت جيتي غير حيت عندك واحد ليفون دغيا فهمتي دخلتي لهاد الدومين قريتي مع 10 سيمانه في يوتيوب حتى وليتي بروفيسيونيل. كيفاش ما عرفتش. فبطبيعه الحال ما كايناش حاجه سميتها فلوس دغيا، ما كايناش حاجه سميتها باغي دير لاباس دير بحالي، راه كل واحد والطريق ديالو والمسار ديالو. اهم حاجه ان هادشي انت اللي تعلمه، زعما ما تبقاش تسمع شي حاجه راه باينه فهمتي، خاصك تصبر عليها. فهادشي اللي عارف انا، حاجه فيها الزواق راه كاع ما غتصدق. وشكون هما الضحايا؟ عندك طماعه، عندك مراهق تحمس بزاف باغي كلشي، عندك زليجيه ماشي زليجي اللي تتعرف فهمتي، مثلا نقولوا زليجي ديال الاسلام ما عمرك ما سمعتي هذه زليجي ديال الاسلام؟ فاش اندرو تاي دخل للاسلام فهمتي، فاش دار لهم داك الكانار بلا لا اسلم، راه شحال من واحد تعظموا في ديك اللحظه، واه اندرو تاي دخل الاسلام وكذا، واو غيحسن لينا حياتنا وداك ناري على كرينج اصاحبي. فهو اولا اي واحد كان تيتاجر ولا داير شي بيزنس باسم الدين. ولكن هذا الموضوع فهمتي، هذا الموضوع بوحدو واقع نقدر ندير عليه فيديو بوحدو. عندك هذا الموضوع هو داك البلان ديال اي واحد دار فورما راه نجح في حياته فهمتي كان فاشل خونا، دخل ترينا واحد 3 شهور با فورما صافي راه تا هو ولا تنصحفك ولا تيقول لك اش دير واش دير. فدابا اخويا انا وليت عندي عقده من هادشي الصراحه فهمتي، وليت تنتعقد ولا فين ما تيبان لي شي فيديو ديال الموتيفاسيون فلوس دغيا تنسكيبيه فهمتي، ما تنخليش فين يدوز صح تنسكرولي فهمتي. حيت الفرق الوحيد اولا الحاجه الوحيده اللي غتزاد فيك هي غتولي عايش في الوهم وصافي. راه بنادم في التاريخ دار انجازات حيت بغا، ماشي حيت كان تيفيق كل صباح وتيدير التامل ولا تيعاود انا انسان ناجح 100 مره. بعض المرات تشوف شي حاجه ولكن ما تبغيش تيقع، علاش؟ حيت ولفتي تعيش غير في النيه فهمتي. مثلا واحد خونا واحد النوع اللي داون عليه، واحد خونا ما تيعرفش يدوي مع بنادم فهمتي، ما تيزعمش في بلاصه ما يخرج من دارهم ويدوي مع بنادم في العالم الواقعي. اش غيدير؟ حيت هو ما زاعمش ولف غير انوي ولا ولف غير يعيش في الوهم، غيمشي يتفرج في واحد الفيديو واخا تكون فيه حتى ساعتين ولا يقرا كتاب على قدو كيفاش يدوي مع بنادم. هو في الداخل ديالو راه عارف بلي الطريقه الوحيده باش يعالج المشكل اللي عنده هو من الاخر يخرج للزنقه يجرب الواقع كيداير. هادشي بطبيعه الحال راه غير مثال وتقدر دير ليه اسقاط على بزاف ديال الحوايج. عاوتاني داك الوقت اللي ضيعت انا فيه تنتفرج دوك الفيديوهات راه زعما راه بزاف الفيديوهات من عند مراكن من عند عرب من اي شو حاجه. في الاخر الافاده اللي خرجت فيها راه كنت ديجا عارفها فهمتي، هضره اللي كلشي عارفها وهضره اللي اي واحد يقدر يقولها لك. نوض خدم على راسك فهمتي، بحال داك النوع اللي تيقول لك مثلا انا خويا الله يحفظك عاوني خاصني شي نصيحه. خويا راه ما عندك ما دير فهمتي، خرج حوفر عليه فهمتي، ما عندك ما دير. لا عاوني بشي هضره، صاحبي تقاتل عليه فهمتي، غامر او اللي غادر فهمتي انا راه تنخرج من السونطر واش نمشي نخدم فهمتي، خوك حوفر فهمتي نجيبهم من فم السبع. ولكن راه ما عاوتينيش اخويا فهمتي، اشرح لي صاحبي ما عندي ما ندير لك وداكشي كلشي باين فهمتي نريان لا راه حق. الحاجه الوحيده اللي باغي نتقنها فهمتي، اللي باغي نتعلمها ديال بصح، واللي هي كيفاش نعيش الواقع، كيفاش نعيش نهار بنهار. حيت التفكير المفرط في المستقبل كيسرق لك النعمه ديال الحاضر. فيديو كان خفيف ظريف باش نشوفوا شحال ريكورديت 21 دقيقه، ولكن ما تبقاش 10 دقائق واقع. المهم هادشي اللي كان، حاولت نشرح لكم كيفاش البلان من وجهه النظر ديالي انا، وعلاش انا اصلا تنامن بهذا الشيء. حيت قلت لكم نعاود نقول هذا الفيديو راه كتبته قبل عام ونص، ونفس الافكار اللي كانوا عندي قبل عام ونص هما اللي دابا زعما في هذا الموضوع. يعني راه ماشي شي حاجه غلط، حيت راكم عارفين تكون تتفكر في شي حاجه تدوز عليه عامين تقول تفو فاش كنت نتفكر هذا الشيء ماشي بصح.
ولكن في هذا الموضوع هذا راه ما تبدلاتش وجهة النظر ديالي. يعني بالنسبة ليا راه هادشي اللي تنقول راه صحيح، وكل واحد وكيفاش تيشوف، وهذا ما كان. دمتم طيبين وشكرا لكم على المتابعة. و الدعاون والله تدعيوني.